السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة علم الكرة. اليوم إن شاء الله يقول الاشتراك وصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. متوقع نتيجة مباراة المغرب وأوغندا في المباراة الودية الدولية استعدادا للأمم الأفريقية. طبعا أعتقد أوغندا مشاركة في الأمم الأفريقية. أوغندا أيوة مشاركة في البطولة الودية. طبعا هتلاعب تونس في أول البداية، يعني أعتقد بعد 35 يوم. فالله موفق المنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية وفي المباريات الدولية. يدخل منتخب المغرب مباراة يعني متوقعة نسبيا، لكن منتخب المغرب لازم يكسب المباراة عشان يرفع تصنيفه في كأس العالم. ليه يكسب الماتش ده؟ لو كسب الماتش ممكن التصنيف الثالث، يعني لو تخيل لو في التصنيف الرابع هيلاعب منتخبات قوية في التصنيف الثالث والتاني والأول، فلازم ياخد التصنيف الثالث عشان يجيله منتخبات نوعا ما سهل. تمام، فالماتش ده مهم للتصنيف، مش مهم في النتيجة. النتيجة طبعا تكسبوا تمام، ان شاء الله يكسبوا بأي نتيجة، بس ما يخسروش الماتش ده. تمام تمام. المباراة دي طبعا ملعب المباراة ملعب طنجة الكبير. القناة الناقلة المغربية الرياضية. المعلق هشام فرج. الحكم المباراة عثمان ديكاكيتي، هو اسمه كده. تمام تمام. أما وتاريخ المباراة النهاردة الثلاثاء 18/11/2025، 18 نوفمبر 2025. توقيت المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، والساعة 9 بتوقيت عفوا الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن. أما عن الساعة 10 بتوقيت الإمارات، بالساعة 11 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. لا تنسى اللايك والاشتراك. سلام.